هنا اللون يا استاذ مهندس، اللون، علاقتك باللون يعني احكي لي عن البذور الاولى لعلاقتك باللون. يعني اللوحه او الفن التشكيلي هي يعني الشعر، اقول ايه، الشعر الصامت. واخد بال حضرتك؟ فاحكي لي عن علاقتك باللون. ايه الالوان المؤثره في حياتك؟ اتاثرت بيها ازاي؟ هل في مراحل سنيه معينه كل مرحله ليها لون؟ انا ادين بكل لون وضوء وخط او شكل جميل في حياتي لمدينه كسل. يعني كل لون انا استخدمه في اللوحات كل يوم، وكل اضاءه انا اصنعها على اللوحه او تعتيم، وكل خط او شكل انا اضيفه للوحه انا مدين به تماما لمدينه كسل. مدينه مبهره، يعني مهما احنا قعدنا نتكلم او احكي لك عن كسل ما حتعرف مدى جماله. انت بتشوف العالم من خلال كسل؟ والله هو تقريبا هو تقريبا خدت كسره بعد كده بتشوف العالم كله، يعني هي النظاره اللي بتشوف بيها بالضبط. لكن نفس الكلام ممكن اقوله عن القاهره. بتشوف العالم دلوقتي من خلال القاهره. نفس الكلام ممكن اقوله عن الخرطوم. انا واحد من الناس يعني ضد التعنت بتاع المنطقه الجغرافيه او القبيله او العرق او العنصر. انا مع الانفتاح، قادر نتواصل، انت طالما انا انسان قادر نتواصل مع اي انسان اخر في اي حته في العالم. يعني زي النيل ما بتحددش سياسه بالضبط ولا حدود، وقادر انه يتلقى الجمال في اي موطن من مواطنه ايا كان درجات متدنيه او عاليه. ومحب لده جدا، لكن كلامي الكثير عن كسلة احتمال مصحوب بذكريات او حنين للطفوله. اتولدت في كسلة، بديت في كسلة، شفت قبائل جميله جدا، ترتدي ازياء جميله جدا، بتمشي موسيقى، بيسلموا على بعض بايادي بيضاء جميله جدا، الحركه نفسها، الانحناء، الملابس، الايقاع اللي هم ماشيين به في الحياه. اول ما يشوفك الابتسامه اللي يعني ناس لا يمكن تصور جماله. اضف الى ذلك جمال الطبيعه. مدينه فيها جبال جميله وفيها نهر القاش وفيها جناين للفاكهه، والمساكن بسيطه كلها دور واحد او دورين، والحركه بسيطه جدا، والناس تعرف بعض من سنين طويله جدا، والفه وود وكذا. مدينه كسل في شرق السودان، بعد كده انتقلنا للسكن في الخرطوم، يعني حاليا الاسره موجوده في الخرطوم. ولكن بتكلم عن اللون اللي انا تلقيته في مدينه كسل ولا انا مستمر فيه. اللي هو التلقي اللوني اللي حصل لي في مدينه كسل هو اللون اللي انا لحد دلوقتي بحسه. واول ما اخذت علبه الوان او بلتة لون وابدا اشتغل في لوحه، بشتغل بذاكره الطفوله الكسلاويه في الالوان اللي انا شفتها. اللون الاقرب ليك ايه؟ احب الالوان الى نفس البرتغالي. ليه؟ البرتغالي ليه؟ طبعا البرتغالي هو مزيج بين اللون الاحمر في احتياجه وشدته وقوته وثورته وعنفه، واللون الاصفر. فانا حاسي انا ما فكرت في طبعا، ما خلقت المساله دي فكريا، يعني قعدت قلت اللون ده مكوناته كذا اللون ده، فانا احب الالوان اللي كذا، بس احب اللون البرتغالي جدا. ما هو واضح فيه والله هو في لوحات اوضح من كده. طيب احب البرتغالي جدا. الوانك من الطبيعه ولا يعني هل انت جربت انك انت تكون الوان من الطبيعه، خاصه مع المستوى الاقتصادي، المستوى الاقتصادي اللي هو للفنان العربي بشكل عام، يستغل الوان الطبيعه، يستغل مفردات الطبيعه. هل انت في فتره ما حصلت الفتره دي التجريب ده كان ايام الكليه، كنا بنستخدم اسباق الحجريه في السودان طبعا كثيره جدا، اسباق طبيعيه والوان التفتة وغيره. ولكن كفنان محترف متخصص مش ما ينفعش، ينفع بس ياخذ يعني له ناسه. يعني له بعض الفنانين اللي هو ده مزاجهم انه يركب اللون ويبحث فيه ويضيف في الكيمياء والفيزياء وكذا، وبعد كده ياخذ الالوان ويرسم بها وقد ينجح. لكن انا شايف انه ده جهد غير مطالب به الفنان. العبقريه بتاعت الفنان على سطح اللوحه في شكلها النهائي، مش في طريقه تركيب الالوان بتاعته. ففي بعض الناس بينشغلوا بتركيب اللون وتجميعه من الطبيعه ويعملوا له معادله كيميائيه ماسك وبتاع، فلما يجي المرحله بتاعت اللوحه اللي هي الاساس في ده كله، فالطاقه بتاعته مش عاوز اقول تخلص لكن تقل، فتبان اللوحه اقل.
لانه كانت بطاقه ذهنيه اقل. هو استهلك طاقه ذهنيه كبيره جدا في تحضير السطح اللي هو حيرسم عليه. انا واحد من الناس احب اختصر كل الطاقه الذهنيه والروحيه بتاعتي موجهه لسطح اللوحه. لسطح اللوحه بالضبط، يعني بشتغل بالالوان الصناعيه الجاهزه، الوان الزيت او الاكريليك، الوان صناعيه جاهزه. بعد كده انا شايف انه دوري كفنان في انتاج اللوحه الجميله، مش تصنيع اللون. مش تصنيع اللون في مصانع وفي كيميائيين وفي ناس فيزيائيين وناس لهم معارف يعني. تمام. وفي مصانع ضخمه جدا وناس شغاله ورقه وقلم وتخطيط وتجار، وانا مش حاجاري معرفتهم في المجال ده. صحيح. فهم بينتجوا لي وانا برسم عليه كدور تكاملي. احنا ما بننسيش القماش اللي احنا بنلبسه. لكن انت الفنان ممكن بيتحول بعد فتره من الخبرات ان يبقى صناعي. هو في كلام عن الصناعه في الفن، لكن الفنان يفضل فنان. طالما انت بديت بتوصيف الفنان يفضل فنان. هو المبتكر، هو المخترع، هو اللي عنده قدره على ايجاد حلول غير متوقعه. كم نسبه اللي نقول عليهم فنان وسط قبيله الفنانين التشكيليين؟ طبعا ده سؤال جميل جدا. لا يوجد شخص في الدنيا يملك صلاحيه انه ياخذ صفه الفن من شخص مهما كان، لكن كل شخص فينا عنده ايمان الذاتي بشخصه. دي اجابه دبلوماسيه؟ مش دبلوماسيه، حقيقيه. يعني صعب جدا انه انا لو عاوز نفس مساله الايمان مثلا في الايمانيات العامه، الايمان في الغرب، فصعب انك تنفي صفه الايمان عن اي شخص حتى لو كان مش مؤمن. كويس؟ فسيبك من الفن، الفن هو تركيبه ذاتيه شخصيه كده للفنان وغناحات. فنحن بنقول بنطلق عوانينا ده مش فنان، ده فنان، ده مش فنان كده، لكن الكلام ده صعب وخطر جدا. لكن ما بتشوفش انت لوحه وتقول صناعي، وفي لوحه ثانيه بيحصل كتير جدا، وفي لوحه ثانيه تقول ده فنان. بيحصل كتير جدا، بشوف لوحه صناعي فنان ده ملوش دعوه بالفن. ملوش دعوه بالفن، بس الحكم ده داخلي. ما تقدرش تقوله. ما تقدرش تقوله خالص. وحصلت معايا اكثر من مره، قللت من تجارب في الاول. يعني اول ما شاهدت تجارب قللت من وجودها. فبعد ما اتعرفتها بشكل اعمق رجعت لنفس التجارب، حسيت تجارب عظيمه جدا. المعرفه متغيره. والاعتراف هو سيد التطوير مش سيد الادله. انت اعترفت بالخلل او النقص فانت قابل للتطوير الاضافه. يعني انت كل وقت كنت شفاف وواضح جدا مع نفسك، شفت اخطائك فين، هتلاقي نفسك انت ماشي متطور. انا في لحظه من اللحظات كنت ساذج وحكمت على تجارب انها تجارب ضعيفه. اتضاعفت المعرفه بتاعتي، ادركت ان انا كنت مخطئ في اللحظه دي. وما لم اتحلى بالمرونه ما كنت حعرف الخطا حاليا، كنت حاخذه على عواهنه الخطا. اوكي لا الراجل انا ما يعرفش. وده مش عشان الراجل، مش منحه مني للفنان انه انت كويس ولا لا، ده اضافه لي انا. في اضافه معلومات جديده، في اضافه معارف جديده، في تسجيل اعترافات واشوف صح. يعني ما تكون من الناس اللي بيخدعوا نفسهم. الصراحه في الفن التشكيلي مهمه جدا. انت اول واحد بيتلقى التجربه بتاعته. يعني قبل ما الناس تشوف التجربه في المرسم، انت بتشوف في المعرض، انت تشوف في المرسم. خلصت اللوحه فجلست قدامك. في النوع اللي الله دي اجمل لوحه في الكوكب، ما فيش واحد عارف يرسم كده، انا احسن فنان في الدنيا يبدا يملى نفسه. فيبدا يعيش على المستوى ده ويشيل اللوحه قدامه، الفن ده لوحه عاديه جدا. فيبقى هو عايش انفصام شخصيه. تقابله يتكلم كلام عبقري جدا عن شغله، ويجلس قدام الكاميرات ظريف ويوصف فنه بشكل يعني مبهر. تشوف لوحته تستغرب. هو ده انفصل من العمل الفني بتاعه لانه ما كان صادق مع نفسه في لحظه انتاج العمل ولا في لحظه تلقي العمل الاولى. ولكن وانت بتنتج العمل، خلصت خطيت اللوحه اللي بقت في المرسم، فانت جالس بتتفرج على العمل، انت المتلقي الاول والناقد الاول والفنان في نفس الوقت. يعني انت بتقول انه انت تسمع كلامه عن فنه تصدقه، تشوف فنه تستعجب.